لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغمر. اهلا وسهلا، السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هانيين؟ احوالكم طيبه؟ كنتمنى هذا الفيديو اختي يلقاك بخير وعلى خير ويلقاك بصحه جيده يا ربي. بالنسبه للبنات اليوم اختي حنا كلشي فرحانين تبارك الله ما شاء الله، كلشي فرحان. البنات مع البزر تبارك الله، واحد الشتي والبنات طاحت مع البزر، فتبارك الله ما شاء الله البنات. والله الا اختي فرحنا الحمد لله، فرحنا اختي بهاد الامطار الخير هذه، فالحمد لله يا ربي ملي رحمنا، فالحمد لله. كنتمنوا مازال ان شاء الله تزيد اختي الشتي وطيح. ايوا صافي اختي، المهم هاد النهار خرجت فيه اختي على الصباح. اليوم البنات كان عندي الطبيب، المهم بنتي كملات التخيطمو ديالها ديال 3 شهور، ودابا غادي نرجعو ان شاء الله باش تشوف الطبيبه ديالها. المهم شافتها وعطات اختي، المهم عطات عاوتاني لي زاناليز ديالها باش نعاودو نشوفو الامور كيفاش دايره. ايوا صافي المهم اختي مشينا، المهم اختي مشيت يعني على الطبيب البنات بلا فطور، كتعرفوا يعني غدير بنتي التحاليل، يعني غادي نمشي بلا فطور. المهم هي اللي خاصها تمشي بلا فطور ماشي انا، ولكن باش نواسيها حتى انا مشيت بلا فطور باش ما نبينش ليها، بس ما بقاش الناس باركه حداها كان يكون فطار وهذا. صافي حتى انا البنات مشيت بلا فطور البنات وصافي. المهم مشينا اختي شافت الدكتوره ديالها. المهم الامور الحمد لله الحمد لله بدات كتحسن، ولكن التحاليل هي اللي غتجي تاكد لينا اكثر. المهم ان شاء الله حتى نهار الخميس ان شاء الله، وغادي نعاودوا الرجوع عندها، ناخذ ان شاء الله التحاليل ونعاودوا الرجوع عندها ان شاء الله البنات. ايوا صافي المهم من وراها اختي قلت لكم مشينا بلا فطور، من وراها هنا اختي غير دارت التحاليل. هنا دابا حاليا البنات كنا في المختبر، غير دارت اختي التحاليل مباشره اختي مشينا فطرنا، خدنا اختي واحد الفطير هكا فطرنا اختي. ما نقولش لكم البنات عرفتي ضرني راسي، انا من داك النوع اللي خاصني ضروري نفطر. شوفوا انا ماشي كناكل بزاف، انا معروف علي ان في ماكلتي ما كناكلش بزاف، ولكن واخا ناخذ غير نص كاس ديال اتاي وشطريف ديال الخبز وما نبقاش بلا فطور، يعني نتسمى انني فطرت، حيت مني ما كنفطرش البنات ما نقولش لكم عرفتوا راسي كيضرني. ايوا اختي واخا جيت البنات عيانه وراسي عرفتو ضارني حيت تعطلت في الفطور، عرفتي صافي اضطريت اختي انني نوقف، ووقفت النهار كامل ما ريحت البنات، والله البنات ما ريحت ديك النهار. المهم اختي جيت هنايا اختي للكوزينه، جمعت اختي هاد البوطاجي هذا. المهم هنا كان وصل ليا الماء تحت هاد البلاطوات هادو، وصل ليهم الماء وكان ضروري خصني نشفهم. فانا في اغلب الاحيان ملي كيوصل ليهم الماء فكنمسحهم وكنحطهم في الشميشه غير كيتشمشوا حد شويه، وكنرجعوا البنات كيف ما هما، يعني ما كيخسروا ما حتى حاجه. ايوا صافي اليوم البنات كانت الشيوه ما شمشهمش غير مسحتهم صافي اختي ورجعتهم، ضربت انا واحد الحكه الرخامه والزليج. المهم حكيتو هكا نيا البنات وشللتو ومسحت هذيك البلاصه، فغنحط دوك البلاطوات البنات مسحتهم مزيان عرفتي. المهم نشفتهم حيت موالفه قلت لكم كنحطهم في الشمس، وهذيك نهار البنات ما كانتش شميشه. ايوا قلت لكم البنات جيت قلت لكم واخا اختي راسي دارني اضطريت اختي انني نوقف. ما عندي ما ندير. كتعرفوا البنات ملي كتخرجي يعني كتكوني خارجه في الصباح، يعني نايضه بكري وخارجه في الصباح واختي والشتا والبرد ولكن واخا البنات فرحنا بهذا الشيء والله. يا ربي اختي انا بغيتي تشد لحد الاسبوع ولا شي 15 يوم اختي تشد ديك الشيء، وتوحشني اختي داك الجو ديال الشتا، والله البنات تتوحشناه. المهم اختي يا ربي يا ربي ترحمنا يا ربي وصافي والله. المهم اختي هادشي اللي كاين. ايوا صافي رجعت اختي هنايا كل حاجه اختي غادا نرجعها لبلاصتها، وغادا ندوز البنات غندير ان شاء الله البنات الغديوه. بالنسبه للغديوه ديال اليوم درت اختي شي حاجه نخفه نزربن. هنا كانت جات عندي الوالده ودرت اختي الدجاج، خليت اختي تقلب مزيان، غندير غير الدجاج والزيتون والفريت. هنا كانت غسلت البنات الزيتون، صراحه ما سلقتوش كنت ناويه نسلقو، داكشي درتو في الكسرونه. الساعه ملي ضغطت البنات المرقه لقيتها ناقصه شويه من الملحه، قلت صافي غير نغسلو والرمي راه غادي يجي هو هذاك. وصافي اختي هنايا غادا نروي عليه. تما البنات راني درت الزيت سخون، عرفتوا علاش؟ حيت الدجاج البنات كنقليه مزيان البنات حتى كيتحمر، يعني بحال كياخذ تقريبا واحد نص طيبه غير باش كنبقى نشحر فيه. واش فهمتوا؟ يعني دغيا غيطيب الدجاج انا غادا نسد عليه غير واحد شويه دغيا غيطيب، انا غنسد عليها البنات وغندوز في نفس الوقت كنقلي في الفريت وفي نفس الوقت
في نفس الوقت البنات راني غادا نسيق، المهم غنخدم اختي خدم ايديا هكا وايدي هكا، حيت دابا الدجاج البنات راه ملي غيطيب راني غنطفي عليه صافي وغنبقى نكمل في الفريت. يعني ما غاديش ياخذ ليا الوقت، حيت قلت لكم انا البنات كنقلي الدجاج البنات حتى كيتحمر، يعني ماشي كنطيب الدجاج وعاد كنهزو كندخلو الفران كيتحمر، لا فانا كنخليه يتحمر وهو كيتشحر. المهم كنعطيه وقت وكنخليه كيتشرب ديك العطريه ديالو كيتحمر البنات وكيجي بنين بهاد الطريقه هذه اللي كندير ليه. المهم انا ما كنشاركش معكم البنات بحال كان هي المرقه والطاجين وهادشي، حيت الصراحه كلشي كيعرف يديرو ولا بغيتو نشارك معكم ان شاء الله لي ديتاي البنات راه ماشي مشكل. غير بالنسبه للدجاج انا البنات راني في الصباح فاش فقت رقدتو في العطريه، رقدته في العطريه وخليته بنات مرقد، غير جيت البنات صافي قرطت عليه هكا هي البصله وهذا صافي وخليته البنات كيتشحر، يعني باش نربح الوقت، حيت عرفت راسي انني غادا نتعطل، يعني كتشدي النوبه عند الطبيب ومن بعد عاوتاني كتمشي للمختبر ثاني كتشدي النوبه وعاد خرجنا مشيت تقديت شي حوايج ودزنا فطرنا. المهم داز شويه ديال الوقت، يعني بحال داك نص النهار الاول كامل مشى ليا غير على برا. ايوا صافي المهم من بعد اختي ما كملت داك البوطاج وجمعتو كتغسل دوك المعينات راني ما شاركتش معاكم ديال الفطور. دزت اختي هنايا ضربتها بواحد الفركه للدار. المهم اختي راجلي خاسره له الطوموبيل حاطه قدام الباب كاينين المعلميه هذاك لاكريس كامل البنات كيدخل لي للدار، يعني تقريبا يوميا عندي تسياق، يوميا البنات عندي تسياق، واخا كنسيق كيبان لي داك الزليجه البنات مع بيض كيبان لي كيرجع حالته، يعني واخا نسيق اولا نجفف بعد خاطر حتى 2 مرات في النهار راه والو البنات ما كيبانش لي التسياق مع الموتور ديال الطوموبيل محلول واحد الروينه ما نقولش لكم عليها. ايه واش غنقول لك، كيقول لك في البرد زعما كي حنا ما كنسيقوش في البرد، يعني كندوزو غير الجفاف. انا اختي دائما السياق عندي، دائما اغلبيه البنات كنسيق، مع دابا انا ما عنديش الزربيه هنايا، يعني غير الدص ضروري من السياق، وهذا اللون هذا يعني كيبان فيه الوسخ وبالاخص السفلي، يعني ما نقولش لكم. ايوا صافي المهم درت هكا شويه ديال التيتو جافيل، حكيت اختي بالشيته هو الاول وجريت، وعاد من بعد ان شاء الله ندير هكا نيه ثاني كروه باش كتبقى ديك الرويحه زوينه، رغم انني البنات واخا يا اختي قلت لكم حكيت وسيقت حتى شويه ما عفط رجع داك الشيء كامل عندي البنات الزرابي ديال كولواغ، ولكن ما جاتنيش انني نفرشهم، حيت من غادي نفرشهم كيبقى لي ما عرفتش ما جاتنيش التفريشه هي هذيك. المهم ان شاء الله حتى من بعد ان شاء الله وناخذ شي زربيه هنا، غير انا بصراحه باقا حيره ما عرفتش واش ناخذ اختي زربيه من راس الراس ولا ناخذ غير واحد زربيه صغيره هنايا للسيجور وزربيه للصالامونجي. المهم باقا ما عرفتش والله حتى باقا مدوخاني. المهم غنشوف ان شاء الله شنو غندير، اولا قولوا لي بناتكم في التعاليق شنو غندير، حيت هنا البنات راه في السيجور غتجيني واحد الزربيه صغيره بزاف، هذاك الشيء علاش قلت ناخذها من الراس حتى الراس. والله البنات ما عرفتش، المهم حيت قلت لكم ديال السيجور غتجي صغيره ما غتجيش زوينه، غتجي صغيره بزاف باقا ما عرفتش. ايوا صافي هنايا اختي سيقت خليت اختي الدار كتشعل وراني مره كنغسل يديا وكنمشي للفريت، حيت ناقص عليه ماشي ناقص عليه البوطه عاوتاني باش ما يشربش ليا الزيت، ولكن اصلا هي بنات هاد الفريت هادي اللي قليت كتاخذ الوقت في الطياب. المهم جيت مع الوقت هو هذاك غير طاب الدجاج طفيت عليه صافي بقيت مقابل الفريت وفي نفس الوقت كنسيق، حيت داز الوقت على الغدا ولا بقيت حتى سيقت عاد بديت نقلي في الفريت غادا نتعطل، قلت اللهم نخدم هكا ونخدم هكا. ايوا صافي المهم هنا اختي هنا ساليت صافي هنايا كتبان لكم اختي الدنيا كتشعل شويه غير رجع كلشي حالته. ايوا صافي اختي هنايا ها هي اختي الغديوه ديالي طيب من الكوزينه اختي مجموعه، درت هنايا قلت لكم الفريته واختي كتقلى وصافي هنايا راه هذا الكوكوط راني طافي عليها هذه البنات صافي القليه الاخرى. صافي هنا كانت اختي ساليت الغديوه ديالي، كانت اختي هذه هي الغديوه جات واحد المرقه معلكه زوينه. وشوفوا معايا بنات الدجاج قلت لكم كيفاش محمر، راني غير قليته يعني ما حمرتوش نهائيا في الفران. وشوفوا البنات كيفاش كتجي واحد المريقه زوينه. هنا اختي غندوز ندير الكوتي، هنايا غندير البنات لي ميني كيك بالشوكلاط. ما فيهمش بنات شي مقادير اللي هي كثيره وكيجيو البنات زوينين وكيجيو خفاف وداغا كيوجدوا في صراحه لي ميني كيك البنات حتى في الفران داغا كيطيبوا. هنايا خديت واحد 2 ديال البيضات، غنزيد عليهم هنايا واحد القبيصه ديال الملحه، وغنزيد نزيد كاس الا ربع اولا كاس الا ربع ديال السكر سنيده. هنا ديروا البنات الفاني في هذه المرحله انا البنات نسيت حتى من بعد وغنديرها ندير واحد الكيس ديال الفاني. هاد لي ميني كيك هادو البنات كيجيو زوينين وكيجيو خفاف وكما قلت لكم داغا كيوجدوا وكيعجبوا الوليدات، حيت انا عمره لهم بالكريمه ديال الشكلاط
فراك كيعجبو يعني الوليدات كيعجبهم. هنايا خديت كيما قلت لكم واحد الكيس ديال السكر فاني، وهنايا غندير كاس الا ربع ديال الزيت. صافي غنخلط اختي هنايا كلشي بالضراب. من طبيعه الحال من بعد ما خلطت البيض والسكر حتى نساجمو، عاد زدت الفاني البنات اللي كنت نسيتو، وزدت الزيت. هنايا غادا نزيد كاس ديال الحليب دافي. في الاول درنا كاس وربع ديال كاس قل ربع ديال سنيده، وكاس قل ربع ديال الزيت. هنايا بالنسبه للحليب فانا درت كاس، ويكون البنات دافي كيعطي واحد الخفه للكيك. هنايا غادا نزيد البنات الطحين. غندير البنات انا 2 كيسان ديال الطحين، و2 اكياس ديال هذا ديال الشكلاط بودر. يمكن لكم ديروا 2 معالق، الا كان عندكم ديال العبار ديروا 2 معالق ديال الكاكاو. صافي. وغادا نزيد كيس ديال الخماره. انا خلطت هادشي هنا البنات هو الاول. بالنسبه للدقيق راه غنزيد البنات كاس اخر، يعني درت دابا كاس وغنضيف كاس اخر، يعني في المجموع 2 ديال الكيسان. صافي هنا غندوز اختي نخلط. انا نوضت هنايا العجاجه عاد من بعد طفيت الباطور وخلطت حتى نساجم شويه باش باش مكيبقاش طالع لك ديك الغبره ديال الدقيق وديال الكاكاو، وعاد خدمت الباطور. صافي هنا كما كتشوفوا البنات انا ضفت هنايا الكاس الثاني. صافي هذا هو القياس انا البنات اللي هزت ليا ديال الدكيك. قلت لكم 2 كيسان. صافي غنحرك البنات غير غتنسجم داك الدقيق ينسجم مع المكونات. وغادا نزيد واحد المعلقه ديال الخل. اختي الخل معروف انه كيخفف وكيعطي واحد الهشاشه زوينه الكيك. صافي اختي غنخلط هنايا كلشي. وغادا ناخذ ليمون. بالنسبه لليمون البنات درت انايا ليمون صغار. يمكن لكم نتوما ديروها البنات كيكه يعني بحجم عائلي، راه كتجي البنات زوينه. انا درتهم هكا فرديين حيت بناتي كيعجبوهم هكا داكشي كيكون صغيور بتيول البنات كيجي زوين. وكنوعوا مره يعني كنديروا هكا كيك كبير، مره كنديروهم صغار فرديين. كل خطره وشنو كنديروا باش حنا ما كتمليش، يعني لاتي ولا وليداتك ما كتمليش، وكيكون واحد التغيير اللي كيلعب لك على النفسيه ديالك. وصافي البنات كما كتشوفوا معايا هذا هو القوام ديالهم كما كيبان لكم. صافي انا خديت ليمون البنات دهنتهم غير بالزبده، يعني ما كندير لا طحين ولا كاكاو، غير بالزبده فقط. وصافي وكندير فيهم اختي الخليط ديالي ديال الكيك. كندير انا هنايا 2 معالق، يعني 2 معالق كيجوني البنات هما هادو تبارك الله ما شاء الله، راه كيعطيو كميه اللي هي لا باس بها. خرجت لي انا 16 حبه بهاد الليمون هادو اللي عندي، عطاتني 16 حبه. عمرت هنايا 12 حيت عندي غير 12 مول. عمرت هنايا 12 وبقاو لي 4 حتى نخرج هادو من الفران. عاد غادا نعاود نعمرهم. صافي غنديهم هنا البنات ندخلهم للفران. وفي نفس الوقت غادا نخلط حدايا واحد شويه ديال البغرير. انا درت هنا البغرير ديال السميده. كما كتشوفوا معايا البنات ما كياخذوش وقت طويل في الفران مع كيكونوا ليمون صغار. راه داغا البنات كيوجدوا. وشوفوا معايا البنات داغا كيهبطوا كما كتشوفوا، يعني دهنتهم غير بالزبده، ما كيلصقوا ما حتى حاجه، غير بالزبده بلا دقيق بلا كاكاو. وكما كتشوفوا يعني البنات داغا كيهبطوا. هنايا اولا داغا كنقدر زعما نزولوهم المول. هنايا البنات الكميه اللي تبقات ليا غادا نعمر بها هاد الليمون هادو. انا البنات هنا غير مسحتهم ما غسلتهم ما والو، غير مسحتهم وعاود دهنتهم بالزبده. صافي وغادا نعمر هنايا هاد الليمون هادو، غادا نعمر هنا غير 4 هما اللي عمرات ليا. يلا البنات لو وصلتوا معايا البنات حتى لهنايا ما تنسونيش اختي من لايك اولا من جيم، راه كتنساوها ليا البنات. المهم اختي قلت نفكركم كتشوفوا الفيديو وكتنساو البنات ما كتحطوش ليا لايك. الله يجازيكم بخير. نكمل معاكم البنات. هنايا صافي من بعد ما عمرت دوك الليمون هنا غندوز نوجد الكريمه، وفي نفس الوقت كنطيب حدايا البغرير. بالنسبه للكريمه خديت البنات درت 2 كيسان ديال الحليب، ضفت عليهم 2 معالق ديال النشا، 2 معالق ديال الكاكاو، 3 معالق ديال السكر. كنخلط هادشي كامل على البارد. صافي من بعد كنشعل عليه البوطه، كنبقى نحرك فيه هنايا يعني باستمرار حتى كتبان ليا بان الكريمه ديالي بدات كتعقد. صافي هنايا غادا نزيد عليها الشكلاط. بالنسبه للشكلاط انا تقريبا ضفت هنايا واحد 8 ديال لي مورسو ديال الشكلاط. انا درت بنات هنايا غير شكلاط كالا، يمكن لكم ديروا اي نوعيه عندكم. صافي غير غيذوب داك الشكلاط غنضيف هنايا واحد معلقه كبيره ديال الزبده. صافي غنطفي عليها البوطه. الزبده البنات يعني مع درجه الحراره داغا غتذوب. صافي كيكون هذا هو الشكل ديالها البنات نهائي. صافي غادا نعمر بها دوك لي ميني كيك. غير قبل ما نعمرهم ناخذ البنات الكيك كندهن يعني الجناب ديالو بالكوفيتير، وكندير لهم هكا الفيرميسيل مع الجناب.
صافي، وكنعمرهم ونزينهم على الشكل اللي بغيتو، يعني زينهم كيف ما بغيتو. هنايا البنات البغرير دهنتوها كنيه بزويته بلديه. المهم كنحاول نوع، مؤخرا كنت درت المخمار مدهون بالزبده والعسل، هاد المره قلت نوع عليهم ودهنت ليهم غير بالزيت الزيتون بوحدو. يمكن لكم ديروه هكا بزيت الزيتون مخلط مع عسيله، اولا ديروه بزبيده وعسيله اللي بغيتو. المهم قلت لكم انا كنحاول مره كنوع، يعني لا خدينا هكا نيه العسل ما كنحاولش انني نكثر، يعني كل خطره وشنو كندير. وكان اختي هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى الاقتراح ديال الكوتي ديال اليوم يكون عجبكم البنات الفيديو كامل. فخلوا لي البنات في التعاليق شنو عجبكم في هذا الفيديو هذا. وكنقول لكم لا يخطيكم عليا، وشكرا لكم بزاف حيت بقيتوا معايا حتى لهنا، بقيتوا معايا حتى الاخر ديال الفيديو. وكنقول لكم السلام عليكم.